السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم المواطن القطري خالد الهيل، ضيف سناب الردع السعودي للحديث عن الأزمة الأخيرة في قطر. في بداية الأمر سنتناول ملف الأزمة منذ 21 عاما حتى اليوم حتى يفهم الكثير ما هي طبيعة هذه الأزمة. في عام 1995 حصل الانقلاب الأبيض في قطر وانتقل الحكم إلى الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني. في فترة الانقلاب الأبيض وما قبلها بقليل كانت قطر في أزمة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية. تعود الأزمة إلى عام 1992 عندما حصلت اشتباكات مسلحة في الحدود القطرية السعودية. في عام 1996 حصلت أزمة أخرى عندما قام النظام القطري بطرد مجموعة من قبيلة بني مرة واتهامهم بمحاولة قبض نظام الحكم. قررت دولة قطر إنشاء قناة الجزيرة في 1 نوفمبر من عام 1996، ومن هنا بدأت النكبة. كان الهدف الأساسي في تلك الفترة هو تضليل الرأي العام عما يحصل في داخل دولة قطر. كانت نظرية المؤامرة تسيطر على النظام القطري في تلك الفترة، فحملت قناة الجزيرة أجندة انتقامية. بحيلة الرأي والرأي الآخر والمال وصلت قناة الجزيرة لمنزل كل مواطن عربي تقريبا في تلك الفترة. عندما انتشرت قناة الجزيرة في تلك الفترة الانتشار الواسع وكسبت جماهيرية كبيرة، بدأت قناة الجزيرة ببث سمومها. كانت أجندة النظام القطري في تلك الفترة هي تحويل دولة قطر من دولة إقليمية إلى دولة مؤثرة دوليا. من هنا بدأ النظام القطري بانتهاج مبدأ صديق الكل، فكانت تعتمد بشكل أساسي على الاحتيال السياسي. احتال النظام القطري بدعم الأنظمة سياسيا وبدعم معارضات تلك الدول استخباراتيا. فبدأ النظام القطري بتطبيق أجندة الاحتيال السياسي وقام بالترويج لمعارضات تلك الدول. لم تتلقى الأنظمة خبر استقبال قناة الجزيرة والترويج لمعارضي تلك الدول باستحسان، فمارس النظام مراوغة وحيلة أخرى. مارس النظام القطري حيلة أخرى، فادعى للأشقاء بأن قناة الجزيرة هي قناة مستقلة ولا تعبر عن السياسة العامة لدولة قطر. طور النظام القطري دعمه لمعارضات تلك الدول من الترويج الإعلامي إلى الدعم المالي واللوجستي. كان هدف النظام القطري من الدعم المالي واللوجستي لمعارضات تلك الدول هي لتأسيس جبهات قوية تستخدم في المستقبل كأدوات ضغط. أدوات الضغط التي دعمتها الحكومة القطرية كانت لهدف واحد، هي لتقوية السياسة الخارجية لدولة قطر. كانت الحيلة السياسية هي أن تفتعل الحكومة القطرية أزمات لتلعب دور الوساطة ما بين الدول ومعارضاتها. في عام 2002 استدعت السعودية سفيرها لدى دولة قطر لترويج قناة الجزيرة لمعارض قام بالتحريض على قلب نظام الحكم. في عام 2007 تحسنت العلاقات الدبلوماسية وقام الأمير وحمد بن جاسم بزيارة المملكة العربية السعودية. استمرت العلاقات بشكل إيجابي في عام 2007 و2008، ولكنها تأزمت مرة أخرى في عام 2009. من سنة 2010 حتى عام 2013 كانت العلاقات القطرية السعودية متأزمة للاختلاف على بعض الملفات الخارجية. في سنة 2010 ما كانت العلاقات القطرية السعودية قوية جدا، ولكنها كانت مترنحة ما بين الإيجاب والسلب. من عام 2010 حتى عام 2013 كانت السياسة القطرية تمر بمرحلة حرجة جدا، فكان لا بد من التغيير. تفاءلت الدول العربية بأن تغيير الحكم في قطر وتنازل الأمير حمد للأمير تميم في عام 2013 سيؤدي إلى حل كل الأمور العالقة. تفاجأت الدول العربية بأن السياسة القطرية بقيت كما هي، بينما التغيير كان تغيير شكلي وليس تغيير جذري. كانت دولة قطر تغرد خارج السرب الخليجي، وكانت السياسات تختلف اختلاف كلي مع دول الخليج العربي. اضطرت دول الخليج العربي لسحب سفرائها في عام 2014 من قطر، فكانت هي الأزمة الأولى الصغرى. من أسباب الأزمة في عام 2014 كان خروج القرضاوي وهجومه على
الدول الشقيقة من على منبر رسمي وهو تلفزيون قطر. راوغ النظام القطري واستخدم مبدأ الحيلة لمحاولة استعطاف الدول الشقيقة، وفعلا نجحوا في استعطاف الملك عبد الله بن عبد العزيز. لعب الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله دورا فاعلا في إنقاذ النظام القطري من الضياع في عام 2014. وقعت دولة قطر على الكثير من الاتفاقيات ولم تلتزم بأي اتفاق سوى إغلاق قناة الجزيرة مصر. بعد أن أغلقت قناة الجزيرة مصر، قامت دولة قطر بدعم كيانات إعلامية أخرى تنتهج نفس منهج هذه القناة. لك أن تتخيل أن 80% من التعهدات التي وقعت عليها قطر لم تلتزم بها حتى اليوم. اعتقد النظام القطري بأن رحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله سيفتح أمامهم المجال للمراوغة والاحتيال مرة أخرى. تعامل الملك سلمان بن عبد العزيز مع النظام القطري بكل حكمة وأحسن الظن بهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. نستخلص من السرد التاريخي الذي ذكرناه بأن ما حدث في عام 2017 هو تراكمات 21 سنة من الصبر. صعق النظام القطري من ردة فعل الأشقاء بالمقاطعة، فمارسوا الاحتيال السياسي مرة أخرى. قام النظام القطري بالترويج بأن كل ما يحدث لقطر هو افتراء وفجور في الخصومة. سلط النظام القطري أدواته الإعلامية للترويج بأن ما يحدث لقطر هو افتراء وحصار وليس مقاطعة. تعب النظام القطري من نفي التصريحات المنسوبة للأمير تميم، وتفاجؤوا من ردة الفعل الخليجية الحازمة. لم يستوعب النظام القطري حتى الآن بأن النفي المطلوب لتصريحات الأمير تميم هو نفي بالقول والعمل.